أهلا بيكم في كبسولة لطف. البودكاست اللي فات قرأنا سوا السنبلة التانية في الفصل الأول من كتاب 7 سنبلات. البودكاست هنقرأ السنبلة التالتة سوا. بس قبل ما نبدأ أحب أفكركم متنسوش تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس وتقولولي رأيكم في الكومنتات عشان يوصل لكم كل سنبلة جديدة. السنبلة التالتة بعنوان السنبلة الصادقة. واللي صدق في الحب قليل، كل اللي فات ده جميل. حبيت وعشت في سحر البدايات، واتعميت عن كل عيوب اللي بتحبه او على الاقل اتأقلمت عليها. بس وبعدين الحب رحلة، طريق بنمشيه احنا الاتنين. لازم بعد فترة نعرف احنا مع بعض ليه وعايزين نعمل ايه في مستقبلنا. تخيل نفسك فجأة بقيت بتقول احنا ومستقبلنا وحياتنا. فجأة كل حاجة بقت مضروبة في اتنين، وهنا بنبتدي ندخل في الجد. العلاقة بتاخد أول منعطف من عالم الخيال والأحلام لعالم الحقيقة والواقع اللي احنا عايشين فيه. في مشهد في فيلم آسف على الإزعاج، أحمد حلمي كان بيقول فيه: أنا نفسي تحبيني قوي يا فريدة. ردت عليه منة شلبي وقالت له: دايما بتقول الحاجة بشكل مختلف. ساعتها قال: مش مهم ان انا اقولها بشكل مختلف، مهم اني مبقاش قاصد اقولها بشكل مختلف. عشان هي تختم المشهد بجملة تلخص كل حاجة وتقوله: الحب مش أمنية يا حسن، الأمنية ان الحب ده يدوم. خلينا متفقين ان الحب بيحصل وبيكبر من غير تخطيط، لان الحب زي المطر ملهوش ميعاد سابق. ليه علامات بس بتحب وتتحب في لحظة. الفكرة عمرها ما كانت في ازاي هنحب بعض، عشان الحب رزق، حاجة بتاعت ربنا، تقسيمة وحسبة إلهية ما فيهاش حيلة. محدش بياخد قلب حد بالعافية. الفكرة ان ازاي فعلا الحب ده يدوم. وده هياخدنا لنقطة مهمة، هي اننا لازم نبقى ماشيين في اتجاه ومختارين طريق، مرتبين اولوياتنا وعارفين احنا محتاجين ايه بالظبط، ولازم نتعب قد ايه عشان نبقى في بيت واحد. في حكمة بتقول: البدايات للجميع والثبات للصادقين. الحب على قد ما هو سهل يبدأ، على قد ما هو صعب يستمر. خلينا نقول ان كل علاقة في الدنيا عبارة عن استثمار. اتنين بيحوشوا في بعض وقتهم ومجهودهم واحلامهم، ساندين على بعض وماشيين في مواجهة اي حاجة. كل واحد بيفكر في التاني قبل ما يفكر في نفسه. الطبيعي اننا هنيجي في وقت ننتقل من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ. لازم العلاقة تاخد شكل رسمي، وإلا يبقى ايه الفايدة من الكلام والوعود والأحلام العريضة دي كلها؟ ما انت ما ينفعش تطلعني سبع سما غير وانت واثق انك تقدر ترجعني الأرض بسلام. مش هقعد تتهد كل أسقف العشم اللي بنيتها في خيالي. الحب عمره ما كان كلام وخلاص. الحب بيبدأ بكلمة بحبك، بس بيستمر بالفعل اللي بيأكد الكلمة دي. واسمحولي أفكركم تاني بمشهد أحمد زكي في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، وهو بيقول: كلمة بحبك عقد، النظرة عقد، اللمسة عقد، الوعد بالجواز ده أكبر عقد. وده حقيقي جدا، لأن كل وعد انت بتقوله الطرف التاني بيرتب حياته عليه، بيثق فيك وبيراهن عليك، بيبقى على أتم استعداد انه يحط البيت كله في سلة واحدة بس لأنه مصدقك، متأكد من جواه انك مش هتخذله. ودي مسؤولية كبيرة محتاجة حد يكون بيحب بضمير، حد يكون عنده القدر الكافي من النبل عشان يلتزم بكل حرف قاله وكل عقد شفهي مضاه. لان الخسارة وقتها بتبقى خسارة الثقة والامل والعمر اللي ضاع وانت مستني الوعود والامان انها تتحقق. يا ريتني اقدر اخلي كل واحد قبل ما يقول كلمة بحبك يمضي عقد، عشان يبقى عارف ان في شرط جزائي اسمه داين تدان، هيدفعه وقت ما يفكر ينط من المركب ويتخلى عن الشخص اللي استثمر فيه كل ما يملك من حب ومشاعر. كلنا كنا ومازلنا وهنفضل في رحلة البحث عن الأمان، والجزئية دي متعلقة بالراجل أكتر ما هي متعلقة بالست. خلينا نقول إن كل ست ليها دخلة زي ما بيقولوا، بس الماستر كي بتاع كل الستات هو الأمان. الست لو اطمنت هتكون مستعدة انها تروح آخر العالم عشان تبقى مع الشخص اللي بتحبه، انما لو خافت هتبقى ضعيفة. والست لما بتضعف الراجل بيخسر جيشه الوحيد. نقطة ضعف الست الوحيدة هي الراجل،
هي مخلوق قوي جدا طول ما هو لوحده. اول لما بيحبه تلاقي اللي وسط زمايلها في الشغل راجل، بقت ست الستات كلهم مع اللي بتحب. وتلاقي اللي بتؤمر وتنهي وتزعق في الشركة أستاذة في الحنية والطبطبة في البيت. وده لأنهم فعلا بيوت بتشيل بيوت. سبحان الله اللي خلقهم بكل هذا القدر من الحنية والقوة في وقت واحد. الراجل دور برد بيجيله يقعد في السرير أسبوع، وهي بتقوم من عملية الولادة وبعد أسبوع بتحضر غدا. شيء مش منطقي. كلنا أمهاتنا كانوا بيعملوا العجب قدامنا وكانوا مصدر دعم وقوة لينا على طول الطريق. تخيل انت بقى الست اللي بكل هذا الكم الهائل من القدرات الخاصة، لو اتعصبت عليها تعيط، ولو فرحتها تعيط، ولو عملت لها مفاجأة تعيط، ولو نسيت تعمل لها مفاجأة تعيط. قلوبهم مربوطة في عيونهم ودموعهم سابقة كلامهم، كتلة مشاعر غير منطقية. وانت المفروض بتتعامل معاها، لازم تتعامل معاها بمنتهى الذكاء. ببساطة شديدة خليك مدرك انه رغم القوة والصبر والتحمل والحنية وكل هذه الصفات الملائكية الجميلة، فهي ممكن تنفجر في اي لحظة. جهز نفسك طول الوقت انك تحتوي الانفجار ده وتسيطر عليه، عشان في جانب مجنون لكنه بيعمل طعم لكل حاجة. ازاي بقى تطمنها؟ الست بتطمن لما بتلاقي الراجل قد كلامه، لما بيقول وبيعمل، بيوعد وبيوفي، لان بيكون في مساحة ثقة في انك تقدر تساعدها وتحميها وتاخد بالك منها وتراعي ربنا فيها، ما تخذلهاش وما تكسفهاش قدام حد، وتاخد بالك من شكلها وتحافظ على كرامتها وتدخل البيت من بابه وتبقى ليك قدام العالم كله. ووقتها هتكون فكيت الشفرة. اول ما هتفك الشفرة دي وتطمن الست اللي انت بتحبها، فانت اتفتحت لك طاقة القدر ودخلت الجنة اللي على الارض. وابشر، انت الان لديك جيش لا يهزم، لان لديك امرأة تحب.